انا جيسيكا حسام الدين معاكم في الشاي بعد الفطار. بتفرج على كل حاجه تقريبا، يعني لسه ما بداتش حاجه بصراحه في النص التاني، بس النص الاول اتفرجت على ولاد الشمس و80 باكو. تقابل حبيبي عايز اتفرج عليه قوي. اشغال شقه تحفه. على قد ما انا كان عاجبني ولاد الشمس و80 باكو، على قد ما انا ما اتمناش ابقى بوسي ولا ولع ومفتاح، لان حياتهم كانت صعبه قوي، حياتهم قاسيه قوي. فانا يمكن من الثلاثه انا اتفرجت عليهم اقول لك ياسمين في اشغال شقه، عشان حاسه حياتها اللي هو ايه لذيذه كده، ما فيهاش ريسك ومش بتقابل صعوبات كتيره. يعني حاسه حاجتين، حاسه زوزو في سيزون 1 او ليلى في سيزون 2 قوي. انا بحب ال3 سيزونز، بس سيزون 2 من اكتر السيزونز اللي قريبه لقلبي، فانا كنت بحب كاركتر ليلى قوي في سيزون 2، فانا حاسه ان انا ممكن ليلى او زوزو في سيزون 1، عشان انا بموت في كاركتر زوزو. يعني بالنسبه لي طبيعيه قوي وبحسها بتمثلني في الحياه الطبيعيه كجيسيكا. انا بحب زوزو عشان كده. تفرق سيزون 1 ولا 2 ولا 3؟ يعني انا حاسه ان امينه في الثلاث مراحل اتغيرت، كبرت، عقلت، صغيره، مجنونه، يعني في فرق. لان انا حاسه ان هي في 3 مسالمه عن اكتر من السيزونز التانيين، حاسه ان هي جديده. انا كجيسيكا احب ان انا اكسبلور كاركتر زي ده. يعني انا ما اعرفش حد في حياتي كده، ما اعرفش حد بيحب الحاجات دي، فانا حاسه ان انا اكسبلور امينه سيزون 3. ما اعتقدش خالص، يعني ممكن ابقى هيلثي من ناحيه مثلا السبورتس، ابقى بعمل حاجه في حياتي، ابقى على طول اكتف. انا حاسه ان امينه على طول اكتف. يعني عمري شفت مثلا امينه في مشهد قاعده في السرير عادي، لا على طول بتعمل حاجه. انا حاسه ان ده ممكن يكون انا، بس مش هبقى ما باكلش لبن البقره يعني ما اعتقدش. لا انا بحب دايما ان انا اغير من نفسي الاحسن، ده يعني لو ربنا اراد. بس انا حاسه اصلا ان انا كجيسيكا اعقل من امينه من ساعه سيزون 1. بقرا السكريبت كده اللي هو ايه ده مالك في ايه دي شويه، فاهمه؟ انا مش اكستروفيرت قوي الا بصراحه بمزاج. يعني ساعات ببقى مودي جايبني ان انا بقى اكستروفيرت ومش عارفه ايه وبتاع، بس انا حاسه ان انا لا، في الحقيقه اهدى من امينه بكتير. انا بني ادمه سكند شانس جدا، سكند وثيرد، ومؤمنه بالشانسز دي اكتر من اي حاجه في حياتي. لان انا ما بحبش الناس اللي بتحكم على البني ادمين، ما بحبش الناس اللي انا مين عشان ادي تشانس واحده، الا بقى لو الموقف فعلا اللي هو خلاص دي حاجه جت عليا جامد. بس غير كده لا، بحس ان الناس اللي بتدي سكند شانس دي اصلا الناس اللي هو ايه بتحب الناس، بتحب الدنيا. لا انا بحب السكند شانس بصراحه. مش بنسى، بس مش ببقى على طول فاكره. يعني انا مش ببقى فاكره الحاجه الا لما يحصل موقف مثلا اللي هو ايه ده ما انتوا عملتوا كده قبل كده، فاكيد هتعملوا كده تاني. بس غير كده ببقى بتعامل بجد وانا ناسيه. يعني ممكن اقول لك ان يسبق كبني ادم ما يستاهلش السكند شانس، بس امينه كانت محتاجه السكند شانس. امينه كانت محتاجه ان هي تديله فرصه عشان هي اللي تتغير للاحسن، مش عشان هو اللي يبقى جنبها. يعني فكره ان هو ما كانش موجود باين عليها من سيزون 1، مخلي الاتيتيود بتاعها اوحش بكتير من لما كان موجود. لما بقى موجود هي بقت اهدى، بقت بتحب اخواتها اكتر، بقت بتعرف تتفاهم اكتر مع المواقف. انا حاسه ان هو طول ما هي كانت مفتقداه كانت على طول اجريسيف، على طول حاسه اللي هو لا انا ما يعني فاهمه. بس انا كنت خايفه جدا من التغيير ده، بس في نفس الوقت كنت مبسوطه جدا. يعني انا قعدت اقول الحمد لله ان كاركتر امينه السنه دي بقى كده، لان انا بحب كاركتر امينه جدا. فانا كنت حابه ان انا اقدم امينه بثلاث طرق مختلفين. مبسوطه ان امينه ظهرت بطريقتين، طريقه كبيره عاقله بتحب اخواتها، ام قوي في نفسها، بتيك كير على نفسها وعلى الناس. في نفس الوقت ظهرت بقى اللي هو هي مش فارق لها حد غير نفسها، هوائيه قوي اللي يجي على دماغها تعمله. يعني انا حابه ده. خلينا متفقين ان امينه بالنسبه لي مش اقوى واحده في الدنيا. امينه بتداري ضعفها في انها تزعق وتعمل. انا بالنسبه لي الناس اللي بتبقى اجريسيف بزياده زي امينه الف ب دول ناس ضعاف جدا من جوه. ايه اكتر مشهد حسيت ان امينه ضعيفه فيه؟ يمكن لما عرفت ان مامتها عندها كانسر. هي ما طلعش عندها كانسر، بس لما كانت فاكره ان مامتها عندها كانسر، حاسه ان ده كان اكتر وقت امينه مش عارفه تقول لمامتها ان هي فاكره ان هي عندها كانسر، وفي نفس الوقت مش مقدره ولا عارفه فكره ان مامتها بتتضايق جدا من موضوع شاديه ويسبك. مشاعر كتير قوي بتجري جواها، وده ادى الى ضعف لجوه. يعني السين ده كان اول سين نصوره خالص في كامل عدد. لاول مره انا بجد مش تعبانه ان انا اللي هو ادخل نفسي ان كاركتر قوي. انا وانس ان انا اتحطيت في المود واللي هو قريت الورق وحسيت ان انا خلاص انا بقيت امينه. اول ما بدات واتحطيت في السيتويشن دي مع كاركتر شريف، وبدا هو يقول لي كلام احنا كنا بنسلم بعض. يعني مثلا ما قعدتش افكر اللي هو لا انا هبقى متضايقه او اعمل بتاع، بيسلمني كلام انا بسلمه مشاعر مش اكتر، فاهمه؟ انا متحمسه جدا
بكاركتر فرح. حاسه ان ده كاركتر جيسيكا ما قدمتهوش قبل كده. مبسوطه بالمسلسل كله، مبسوطه بالكرو، مبسوطه بالاجواء. هي مختلفه بقى عن اللي انا قدمتهم لان هي بتكسبلور مشاعر وتحطك في سيتويشن انا نفسي عمري ما جربتها في حياتي. يعني عمري ما جربت فكره ان انا اتحط في السيتويشن دي وابقى مش عارفه ابالانس اوت ازاي. فانا مبسوطه ان انا بجرب التجربه دي في الكاركتر. بحبهم جدا وهم لذاذ قوي، وانا بحب البيهايند سينز بتاعتنا. يعني هتلاقيني عماله انزل حاجات بعدين. حسيت ان انا مرتاحه قوي. يعني لو احنا من اول يوم احنا كلنا في كيمستري ما بين كل الكاست، بعيدا عن الممثلين البيهايند كاميرا. كله بجد بيحب بعضه، كله بيفهم بعضه من نظره عين كده، فاهمه؟ فانا كان عاجبني قوي الاجواء دي بصراحه. سؤال حلو قوي. لا مش هينفع اقول لك دلوقتي لان هي حاجه حاسه انها هتحرق الاندنج. مش هقول لك دلوقتي، بس هو احساس صغير قوي ومش هيضيف حاجه كبيره. انتظروا انتوا شوفوا انتوا عايزين تأدوا ايه على فرح. انا لازم اي كاركتر ابريبير ليه من قبليه، من اول ما باخد السكريبت بشوف تفاصيل الكاركتر، سواء يعني مثلا السيتويشن اللي هي فيها دي هي فين ومع مين، وارسم لها ستوري. لان دايما مش كل حاجه بتبقى مكتوبه. يعني مثلا فور اكزامبل لو قال لك بعد مرور 6 شهور محدش عارف ايه اللي حصل في ال6 شهور دي. فانا حاسه ان لازم يكون انا اوريدي بريبيرد ال6 شهور دي حصل فيها ايه، اعمل ستوري مع نفسي. وطبعا ده بالانبوتس اللي بيبقى المخرج قايلها لي او حتى الكاتب بيبقى حاططها. يعني في حاجات معينه كده لازم ابريبير ليها. احنا كبني ادمين بنعيط، بنفرح، بنتعب بطرق مختلفه. فمش كل حزن هيبقى بنفس الطريقه. يعني بطني وجعاني مثلا مش هيبقى زي مثلا لو حاله وفاه. احط نفسي مكان الكاركتر وانس ان انا بس اتاتش المشاعر بتاعتي. انا مش عايزه حاجه تاني. انا يمكن اقول لك اكبر اكزامبل لده كاركتر هاديه. كاركتر هاديه انا عاملاه وانا عندي 12 سنه. البنت دي بتعدي باغتصاب، بتعدي بحمل، بتعدي بناسور الولاده، بتعدي بحاجات كتيره قوي. انا في سني ساعتها ما كنتش فاهمه ده ايه. طبعا مامتي ساعدتني في الموضوع ده كتير جدا، لان من ساعه ما ابتديت مامتي هي الاكتنج كوتش بتاعتي. فانا كنت محتاجه جدا ان حد يفهمني المشاعر دي بتبقى واصله ازاي. فكره ان مثلا بتتمشى في الصحراء لوقت كتير جدا، مش ماشيه عادي، مش ماشيه زي بنت تعبانه بس ان المشي هي ماشيه وعندها بيبي في بطنها وعندها حاجات كتير قوي ببريبير ليها. غير طبعا ان احنا لازم نريسيرش، لازم اشوف فيديوز. انا بحب ان انا اشوف قوي اي حاجه ابقى مش فاهماها اشوفها. ده غير ان انا اقرا عنها، بس انا بحب اشوفها اكتر. another example في مسلسل عملته كنت مدمنه. عمري ما جربت الحاجات دي قبل كده. انا اخويا اصلا يعني دكتور، رحت معاه، رحت مصحه معاه، عايزه اشوف الناس في ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 عشان على حسب الكاركتر هتتطور وتروح لفين ابقى انا فاهمه مستوعبه الناس دي بتبقى عامله ازاي، حالتها بتبقى رايحه لحد فين. يعني لازم اشوف الكيس دي عشان اتليست اعرف اطلعها على قد ما اقدر بنفس الطريقه اللي ما تشوفيش تقولي ايه ده. لا انا لما بكون مدمنه مش ببقى عامله كده، انا لما بكون حامل مش ببقى عامله كده، انا لما بكون في اي سيتويشن مش ببقى عامله كده. ما اقدرش اقارنهم ببعض لان ده حاجه وده حاجه، ده كوميدي وده دراما. فانا ما اقدرش اقارن خالص التو كاركترز ببعض. انا وانس ان انا ببقى في اللوكيشن ده، معايا الورق ده، بقرا ده، انا بنسى اصلا ان في فرح، ببقى في الاجواء بتاعه فرح، بنسى اصلا ان في كاركتر اسمها امينه. ما اختارش اللي هو ايه ده امينه دخلت على فرح. يعني انا حاسه ان هم اصلا تو كاركترز مختلفين خالص، ومبسوطه بده. مبسوطه ان اختلاف امينه السنه دي مساعدني ان انا اطلع اختلاف تاني في فرح. الاثنين اوبوزيت دايركشن. يمكن اقول لك شويه فرح لان فرح كاركتر جديده عليا. يعني امينه حفظتها، انا بكبر مع امينه. اما فرح كاركتر جديده خالص عليا. في سينز معينه مليانه بكميه مشاعر ما عملتهاش في مشاهد قبل كده. فانا قاعده بالنوت بوك بتاعتي عماله اكتب اللي هو انا حسيت بستراجل في فرح اكتر. بصراحه الاثنين انا بيبقى جوايا مشاعر وبيبقى جوايا حاجات كتير قوي، مش كلها هتطلع هنا ومش كلها هتطلع هنا. هابي فاميلي بيحصل مشاكل على قد بتطلع عند امينه او اي كاركتر تاني بالطريقه دي. بيبقى في نفس الوقت عندي مشاعر تانية اللي هي الدراما بقى اللي انا مخزناها جوايا للسينز والمسلسلات او الافلام دي، فاهمه قصدي؟ ده بيبقى ليه تايب اوف فيلينجز وده ليه تايب اوف فيلينجز تانية خالص. كاركتر هاديه في فيلم ذا جوت ده كان بالنسبه لي البلوت بتاعتي في كل حاجه. البلوت بتاعتي في ان انا افهم نفسي، البلوت بتاعتي ان انا انضج فكريا اكتر، ابقى عارفه انا ابعادي ايه. يعني لو انا عارفه هعرف اعمل ايه ومش هعرف اعمل ايه، لو انا مش عارفه اعمله مش عارفه اعمل ايه، لا هعرف اعمله هعرف اعمله. حاسه ان انا نفسي ان احنا نشوف الجنريشن بتاعنا باشكال مختلفه. يعني انا نفسي مثلا اقدم البنت الشعبيه بتفاصيلها، قاعده مع حد يعني من الكرو بتاع التصوير، وبعدين دايما بيروح اللي هو الافراح الشعبيه وكده. فانا كنت عماله اقول له خدني معاك في مره بعد اذنك، مش هعمل صوت، هاجي معاك بس اتفرج اشوف. اللي هو دايما بحس ان حتى لو بنت
شعبيه، احنا عمرنا مثلا ما شفنا البنات الشعبيه اللي هي بقى بتعقب وبتنزل في الافراح وبتعمل وبتنزل وتطلع. انا نفسي اقدم الكاركتر ده بالحقيقه دي، مش بس انها بنت شعبيه وخلاص. فاهمه قصدي؟ فكرت في كده قبل كده، وجت عليا السنه اللي فاتت كنت بقول خلاص انا هدرس اخراج قبل اي حاجه وكل حاجه. السنه دي مش عارفه بصراحه، لسه مش عارفه اذا كان انا عايزه ادرس اخراج. اصلا لو هدرس حاجه زي كده هتبقى ورك شوبس وبره او جوه وات ايفر. يا استاذ تامر نادي اللي خلاني احس بالاحساس ده ان انا نفسي ادرس دي او بي، اللي هو الكاميرا مان او اللي بيصور اصلا كل اللي احنا بنعمله ده، لان هو نظرته في الصوره بتبقى شكلها حلو قوي. يعني لو اتفرجتوا مثلا على منتهى الصلاحيه هتلاقوا الصوره والديتيلز والالوان والحاجات دي عجباني قوي او شداني قوي. فانا حاسه ان انا عايزه اعمل حاجه زي كده. انا هقول لك على حاجه، انا بستخدم السوشيال ميديا على حسب. انستجرام مثلا ممكن اقول لك ان ده ماركتنج للمسلسلات او الافلام او وات ايفر اللي انا بعمله. اقول لك تيك توك ده هبل، ده اللي هو ايه، بطلع السايد التافه اللي جوايا. التشالنج الحقيقيه ان انا ما اتغيرش على السوشيال ميديا بناء على الاودينس عايزين ايه. يعني خليني انا من ساعه ما ابتديت لغايه دلوقتي بس بطريقه احسن، مش بطريقه من الاخر، مش بطريقه فيك، مش بطريقه تعجب الاودينس. فاهمه قصدي؟ يعني انا حابه ان انا اكون انا شغاله على فيلم، وطبعا اول لما يبقى ينفع اقول اسمه الشيء والناس هتعرف. حاسه ان انا بقى يعني خلاص هنخلص مسلسل منتهى الصلاحيه، عايزه ابدا اركز تاني بقى في السبورتس بتاعتي، سواء الدانسينج او الهورس رايدنج، عشان انا مقصره جدا مع الحصان بتاعي بصراحه. فحاسه ان انا عايزه ابدا بقى افوق لنفسي كده.